السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة، زي ما عودتكم قبل ما نخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة أو الفيديو بتاع النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، علشان اللايك بيساعد بشكل كبير جدا إن الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس المهتمين والمتابعين بالفيز واستخراج التأشيرات وتعديل الأوضاع. وتعمل سبسكرايب للقناة علشان خاطر القناة تكبر بيكم إن شاء الله، وتسيب لي في الكومنتات أي استفسار عند حضرتك، وأنا إن شاء الله برد على 100% من أسئلة حضراتكم. نسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. وموضوع الحلقة بتاعت النهاردة وهي للأسف الشديد مرة أخرى ترحيل مصري من هولندا، بعد كمان ما دخل هولندا وقعد جوه تقريبا حوالي أسبوع أو أسبوعين. فركز معايا عشان هقولك النهاردة إيه اللي حصل مع الشخص ده بالظبط، وهقولك إيه الحاجات اللي أنت لازم تتجنبها لو حصل معاك ظرف طارئ شبه اللي حصل مع صاحبنا ده. فركز معايا كويس جدا. صاحبنا ده أخد فيزا شنجن عادي من هولندا متعددة الدخول، وكانت لمدة 15 يوم. دخل مطار هولندا. مطار هولندا من المطارات الشديدة شوية، واللي بتدقق كويس جدا في كل حاجة، وعن تجربة شخصية، وبالذات لو انت عربي. المهم الشخص ده دخل مفيش مشكلة، وهو كان ناوي من نيته ان هو هيخش جوه وهيبدأ يدور على شغل، وهو خلاص مش راجع، هيكسر يعني من الآخر. المهم قال لك هيدور الاول في هولندا، لو ما لقيتش حاجه في هولندا هطلع بقى. كان ليه ناس اصدقائه في ايطاليا، فهطلع على ايطاليا وخلاص، بس هو كان عاجبه هولندا. طبعا هولندا المرتبات فيها اعلى والحاجات دي كلها، بس طبعا لو معاك ورق او معاك اقامه، مش وانت كاسر يعني. فهو ده المهم، ان هو ده كان قراره، هو كان محدد ان هو هيعمل كده. المهم راح طبعا، دخل على مطار امستردام، عدى ونزل في فندق، والدنيا تمام ومفيش مشكلة. وبدأ من تاني يوم طبعا عمال يدور على شغل، تالت يوم وهكذا. طبعا كل الأماكن بتقول له ممنوع إن أنت تشتغل بفيزا سياحة، القوانين هنا صارمة جدا، لا مش هينفع. أنت شخص كويس، بس لازم يكون معاك إقامة علشان خاطر إن إحنا نوافق نشغلك. ولاجل الحظ الشديد للاسف الشديد، انا شفتها بعيني والله العظيم، وربي يشهد على هذا الكلام، ان هولندا بالذات الحكومة بالليل يا جماعة والله العظيم ثلاثة بتقعد تمشي بالعربيات بطريقة مش طبيعية. يعني بيعملوا جرد لكل الشوارع، يعني سنتوفة سنتوفة زي ما بيقولوا يعني باللغة بتاعتنا. واي حد ماشي بالليل لوحده بيحبوا يوقفوه: فين باسبورك، فين اقامتك. والله الدنيا كلها تمام، الناس على فكرة في منتهى الاحترام وفي منتهى الذوق. والله باسبوري اهو. بيفتح الباسبور، بيبص فيه نوع الفيزا اللي معاك، ولو لسه سريع بيقوم جاي حضرتك قاعد فين، الفندق بتاعك فين، او الهوستل بتاعك فين. انا الهوستل بتاعي في المكان الفلاني. طب ممكن بعد اذنك توريني الحجز؟ تمام تمام، ورقك تمام، كله تمام، مفيش مشكلة، خلاص اتفضل. بيسيبك تمشي وكل ذوق وبابتسامة. نفس الكلام حتى لو انت معاك عقد عمل او معاك اقامة ايا يكن، وده على كل الناس على فكرة، مش ناس معينة. طبعا هو لو كمان شك فيك يعني. فالمهم طبعا صاحبنا ده بيتمشى بالليل مع نفسه والدنيا تمام، وللأسف كمان كان كسر فيزا وخلاص، والدنيا بقت ملطشة معاه خالص. وكان هو كمان لاجل حظه ان هو اليوم ده كان خلاص اخر يوم ليه في ال 15 يوم، وكان اخر يوم ليه كمان في الفندق، وكان خلاص حاجز ان هو هيركب قطر هيطلع لايطاليا ويكمل رحلته هناك. فلاجل الحظ الشرطة وقفته في نفس اليوم بالليل: فين باسبورك؟ طلع باسبوره بكل هدوء. بصوا في الفيزا، فالفيزا خلاص يعني انت النهارده اخر يوم ليك، انت موجود فين، بتعمل ايه؟ خلاص بدأ يشك بقى، ده اخر يوم بقى. تمام، طب انت قاعد في فندق ايه؟ فقام جاي له فندق كذا. ركبوا الراجل ده معاهم العربية، طلعوا معاه على الفندق. الراجل ده حجزه ايه، الدنيا بتاعته ايه؟ قال لك خلاص ده اخر يوم ليه النهارده. طيب تمام مفيش مشكلة. شنطك فين؟ فعلا الراجل كان هو فعلا لامم كل حاجته، هو فعلا طالع على ايطاليا يعني. فطب فين تذاكر الطيران بتاعتك؟ لا انا لسه ما حجزتش. لسه ما حجزتش ليه؟ ازاي انت فاضل لك كام ساعة، والمفروض ان انت تكون مغادر الاتحاد الاوروبي اصلا. تمام، فطبعا هنا هو اترب. طالما اتربيت خلاص شكرا، خدوه على اسم الشرطة. بدأوا يدوروا في تليفونه وبدأوا يدوروا في حاجته. طب ايه الدنيا تمام؟ ها لقوا ان هو حاجز اونلاين ان هو هيطلع على ايطاليا. فانت كده طبعا مشروع مهاجر، مش بتستخدم فيزة السياحة في غرض السياحة فقط. فللأسف طبعا اتقبض عليه وطلع له قرار ترحيل، وبعد بالظبط يوم او يوم ونص على حسب الرواية كانوا هم مرجعينه على حسابه على مصر.
فطبعا دي قصة مأساوية. طيب احنا يا احمد ايه الحاجة اللي احنا نتعلم منها من الدرس ده؟ رقم واحد، انت ورقك تمام والدنيا معاك تمام، الدنيا ستيبل، خلاص امشي واعمل اللي انت عايزه وخلاص. كسرت وانت ناوي انك تكسر او خلاص، حاول بقى ان انت تقلل مشيك بالليل بالذات. وعلى فكرة اكتر من ناس من صناع المحتوى طلعوا قالوا الكلام ده، قلل مشيك بالليل. حاول اللي هو حتى كمان لو انت لقيت شغل، فانت من الشغل للبيت ومن البيت للشغل لغاية لما تقنن وضعك ولغاية لما تعدل وضعك. يا جماعة ما تعيش الدور ان انت واحد من ابن البلد وان انت خلاص عايش والدنيا معاك جميلة. فخلي بالك كويس جدا من الحتة دي. انت خلاص كاسر، وانا ضد ان اي حد يعيش في اي مكان ان هو بشكل غير قانوني. يا جماعة يا ريت نروح البلد نحترم قوانين البلد اللي احنا رايحينها، علشان بعد كده انت للأسف بتصعب الموضوع على المصريين اللي فعلا طالعين بفيزة سياحة. وعشان كده بتبدأ السفارات اللي زي دي تبدي رفض كتير جدا، لان انت للأسف بتدي صورة سيئة عن اخواتك المصريين اللي هو ناوي يجي برضو سياحة، وان هو ناوي يجي يعمل اي كانت المعاملة بتاعته. فبيكون التدقيق معاه صعب جدا سواء في السفارة او حتى داخل المطار. فهي دي موضوع الحلقة بتاع النهاردة. ركزوا يا جماعة، لو انت كاسر او اي حاجة من الحاجات دي، وانا ضد الحاجات دي تماما، يا ريت خلي بالك بالليل بالذات وانت ماشي لوحدك، حاول ان انت ما تتأخرش بره كتير، وتبقى من الشغل للبيت ومن البيت للشغل وخلاص وشكرا. ويا حيطة دارين يا صاحبي، انت رايح تعمل ملمين اعملهم وخلاص، وكفى الله المؤمنين شر القتال. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع بكره. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، ولو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد على حضراتكم. وتعمل سبسكرايب للقناه فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.